هو ليه في ناس ممكن تكرهنا من غير سبب؟ ولا ممكن يبقى فيه سبب؟ طب هو العيب فيهم ولا فينا؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. بص يا صاحبي، في ناس كده ما بتحبكش وخلاص، يعني هم وجودك بالنسبة لهم مستفز. لو ضحكت هيقولوا وشك مستفز، ولو كشرت هيقولوا ده مغرور، ولو قعدت ساكت وما اتكلمتش هيقولوا ده حقوده بيغل من جوه، ده بيجمع معلوماتنا. ففي كل الحالات مش هترضيهم. بص يا سيدي، اللي بيكرهك وبيأذيك أحياناً بيكون عنده صراع داخلي، هو عنده مشاكل مع نفسه، فبيحاول يطلعك انت كمان وحش. ما هو أنا مش هبقى لوحدي وحش، نبقى وحشين مع بعض، يعني لازم نبقى جماعة كده. الناس أصلا ما بتحبش الحاجات الفردية، يعني هنبقى وحشين يلا بقى كلنا وحشين مع بعض، لكن ما ينفعش أبقى لوحدي. فتلاقي بقى حد معاك في الشغل بيتكلم عليك وبيقول إنك وحش وإنك مش طيب وإنك شرير وإنك عملت وسويت وإنت قاعد مكانك، أنت ما عملتش حاجة خالص. هنا بقى المشكلة فين؟ أنت كمان لو جيت تواجههم هيقولك أنا عارفك على فكرة، اقلع بقى الوش اللي أنت لابسه ده، وش التمساح الحلو ده، وورينا أنيابك. وهو ما شافش مني أي حاجة وحشة، لا شاف مني حاجة مؤذية ولا شاف مني حاجة تضايقه، بس هو حاطط سيناريو إنه أكيد ما أنا وحش، معقولة هبقى وحش لوحدي؟ أكيد أنت كمان وحش. الابتسامة اللي أنت بتضحكها دي ابتسامة صفرة أنا فاهمها. الإجابة هنا إنك ما تردش عليهم أصلاً، لأن هم عندهم مشاكلهم الداخلية ودول هيشتتوك. خليك في نفسك، هم رأيهم مش مهم خالص، لأن هم لو شايفينك وحش هم وحشين. أولاً أنت ما ينفعش تحكم على حد، ما ينفعش تشوف حد ولا تشوف نواياه. الطبيعي إن أنت تعامل الناس باللي بيظهروا ليك مش بنواياهم، ولازم تعامل الواحد كويس لحد ما تشوف أنيابه. لما تشوف أنيابه ابقى اتكلم ساعتها، لكن تقعد تتوقع إن هو ليه أنياب وراجل يا عيني عادي مفيش أي حاجة، فدي مشكلة فيهم مش فيك. ركز. المشكلة بقى إن الناس المؤذية دي بيحطوا السيناريوهات في دماغهم ويصدقوها، فتلاقيهم بيأذوك وهم حاسين إن أنت شرير لمجرد إنك عملت رد فعل قصادهم. زي ريا وسكينة كده لما قالت لها بنت الحرام عضتني عشان بخنقها، فحضرتك عايزين يموتوك وانت ما تعملش رد فعل. تجنبهم. ها؟ انت شفتوا ريا وسكينة عملت فينا ايه؟ بهدلتنا، وتقولك دي عضتني عشان بموتها. يا شيخة تصدقي دي قفوشة قوي. طب هي الناس دي ليها حلين. الحل السلمي الجميل المريح إنك تتجاهلهم، يعني لو ينفع تبعد عنهم ننفض أحسن ونبعد عنهم. بس لو لقيتهم بيتمادوا، الحل التاني على طول إنك تظهر لهم أنيابك، لأن النوع ده من الناس بيتغذى على سكوتك، يعني قوتهم دي بتيجي طول ما أنت ساكت، فيبدأ يستفز فيك ويستفز فيك ويستفز فيك وهو فاكر إنك مش هتعرف تعمل حاجة. على فكرة أنت مش هتعرف تعمل حاجة، بس ساعتها بقى لو وريت له أنيابك ووريت له العين الحمراء، ساعتها هيبدأ يرجع الخطوة لورا، لأن النوع ده جبان، هو ما بيتغذاش غير على سكوتك. لكن لو اتكلمت هيبدأ يقلق، هو إيه اللي حصل له ده؟ مش كان طيب؟ إيه اللي حصل؟ مش عايزاك بقى تقعد تفكر وتقعد تقول هو أنا عملت إيه عشان يعملوا لي ده كله. أنا مش عايزاك تقعد تفكر كده أبداً. هو قابيل قتل هابيل بدون سبب، ما كانش فيه سبب واضح عشان يقتله. من يومها والشر موجود والخير موجود، فده مش معناه إنك لازم تكون وحش عشان كده هم شايفينك وحش. لا عادي، هم عادي شريرين، بس اللي انت محتاج تتعلمه إنك تعمل حدود واضحة لنفسك، ولازم توقف أي حد عند حده وتعمل له خط. يعني ما ينفعش حد يأذيك وتسيبه يستمر في ده، يا إما إنك تتجاهله وتبعد عنه، يا إما إنك توقفه وتحط له حدود ثابتة. مش صح إنك تسيب الناس تتمادى في أذاك. عايزاك تحافظ على سلامك النفسي وهدوءك واستمتاعك بنفسك، ولازم تعرف إنه في خير وفي شر، وده ما يشغلكش، ده يخليك مكمل طريقة. بس لما يجي طوبة تقف قدامك لازم تشيلها على جنب أو إنك ترميها في حتة عشان ما توقفكش ولا توقف غيرك. لكن مش الصح هنا إنك تقعد تفكر وتقول يا ترى وهم ليه عملوا وهم ليه كده وأنا اللي جايبني ورا طيبة قلبي. إحنا قلنا مفيش طيبة قلبي. الحل هنا إنك تسيبهم أو إنك توقفهم، واللي هيحصلني يكسرني. أنا هنا
بحاول أفهمها. لو أنت ما فهمتش فهيفضلوا يأذوك، ومش بس يأذوك، هيتكلموا عنك، وهتبقى بقى فضحتك بجلاجل. انت مش بس بقى المؤذيين دول اللي قاعدين معاك، دول هيجيبوا صحابهم كده زي الشحاتين يقعدوا في حياتك، فحضرتك هتبقى مليء بالحاجات الكارثية. فخد بالك من نفسك، وخد بالك من الناس اللي حواليك، وخد بالك مين بيحبك ومين مش بيحبك، ومين يستاهل تركز معاه ومين لأ. ما تنساش تعملي لايك واشتراك وشير وكتير، وبس كده. باي باي.